قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على برايتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب إنفيلد ضمن منافسات الجولة 16 وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الجاري 2025-2026. وبدأ محمد صلاح مباراة برايتون متواجد على مقاعد البدلاء، ولكن في تبديل اضطراري بسبب إصابة جوجو ميز حل النجم المصري بدلا منه في الدقيقة 26 من عمر المباراة. وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول بعدما صنع الهدف الثاني لزميله إيكيتيكي في الدقيقة 60. وعلى الرغم من عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول، إلا أن الحديث حول مستقبله في النادي الإنجليزي لم يهدأ، تزامنا مع تصريحاته الأخيرة التي كان أدلى بها ضد ليفربول وأرن سلوت، إذ قال عقب مباراة ليدز يونايتد: اتصلت بأمي أمس أخبرتها أن تأتي إلى مباراة برايتون، لا يهم إن كنت سألعب أم لا، سنرى ما سيحدث، ولكن في ذهني سأستمتع بهذه المباراة في إنفيلد وأودع الجماهير، ثم أذهب إلى كأس أفريقيا، لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك. على أي حال، كانت مباراة برايتون هي الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول قبل المشاركة في بطولة كأس الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل على أرض المغرب، إذ من المقرر أن يصل الفرعون المصري إلى القاهرة غدا الاثنين استعدادا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر. ونشرت صحيفة ذا بيبر البريطانية تقرير عن محمد صلاح جاء عنوانه كالآتي: ينبغي على مشجعي ليفربول أن يشكروا محمد صلاح على ثورته. وكتبت الصحيفة في تقريرها: ستكون هذه هدية وداع لا تنسى، ذكرى أخرى تخلد ذكراه، لمسة الملك المصري السحرية التي لا تعرف حدود. وأضافت: تصرف محمد صلاح وكأن مباراة برايتون هي وداع حقيقي، وسط هتافات جماهيره المحبة التي رددت بصوتها الحماسي دعمها لبطلها الذي لا ينسى. وتابعت: سيكون هذا هو الوداع الأمثل، إذ أثبت العروض السعودية حيث يمكنه أن يصبح أقوى شخصية رياضية في العالم العربي. ووصلت: والجماهير تهتف باسمه، إرثه لا يزال نقيا بعد أن أتيحت له فرصة العودة إلى أرض الملعب، وتوديع الجماهير وداعا يليق به. وأفعاله وإن كانت غير مقصودة قد أعادت الحيوية المفقودة لزملائه في الفريق بعد أن كانوا يمرون بفترة عصيبة. وأكملت: ما فعله محمد صلاح تسبب في استعادة المشجعين واللاعبين لنشاطهم، وحتى أرن سلوت نفسه.